صلح موقفه مع الكل، خلصها في يوميها. احنا بنأجل وعمالين نأجل ونقول ايه، طب معلش لما اخلص دي ابقى اطلع الفلوس دي، وابقى صالح فلان بعد العيد، وابقى مش عارف اعمل ايه لما هيحصل ايه. خطر جدا، خطر جدا، ما انتش حكيم لو بتأجل يوم. كمان القرار مرتبط بالمستقبل الابدي. يعني اهم ما في القرار، انت بتشتغل مش لبكرة خلاص، يا ما اشتغلنا لبكرة الحمد لله. اغلب اللي قدامي يعني قضوا في الشغل 10 سنين و20 و30، اغلب الموجودين. يعني حوشنا واشتغلنا وعملنا اسم وبعضنا رب عياله، وبعدين ده احنا كل ده ناسيين المفيد. المهم ايه؟ مش بكرة، بعد بكرة. بكرة خلص 3/4، طب بعد بكرة يعني السنة اللي ما عملنا لهاش حساب دي. يبقى القرار لازم يكون ماشي لحساب الأبدية مش لحساب النهاردة. وبعدين قال حكمة بقى لما فكر كويس، قال شوفوا لغة المسيح الدقيقة، قال فكر في نفسه ماذا أفعل، وقال قد علمت ماذا أفعل. يا رب تعرفوا تقولوها الليلة دي. يعني يا ريت الواحد يطلع عارف مفروض يعمل ايه. قد علمت ماذا أفعل. أنطونيوس قال علمت ماذا أفعل، ساب كل حاجة. أغسطينوس في يوم قال علمت ماذا أفعل، وجري على القديس أمبروسيوس وقال له أنا عاوز أتوب، توبني، هسيب الدنيا. قد علمت ماذا أفعل. أنت عارف مطلوب إيه ولا لا؟ اقعد مع نفسك هتعرف. لو قلت لي لسه مش عارف أعمل إيه، اسأل الإنجيل. أمال إحنا فاتحين الإنجيل ليه؟ الإنجيل يقول لك الحكاوي اللي بيحكيها ربنا يسوع دي ليه؟ عشان نستعد، عشان نعرف أعمل إيه. أهو واحد زيك ووحش عارف يعمل إيه. اسأل اللص اليمين يقول لك تعمل إيه، اسأل العشار، اسأل السامرية، اسأل المسيح له المجد نفسه، اسأل الرسل. لو سألت الإنجيل مش فاهم اسأل الكنيسة. لو سألت الكنيسة مش فاهم اسأل ضميرك. ثلاثي عادة لا يخطئ، الإنجيل والكنيسة والضمير. لأنك لو قعدت هادي هترن آية في ودانك، وعظة في ودانك، نقح في ضميرك، كل ده بيقول لك ماذا تفعل. قد علمت ماذا أفعل. يجي الخطوة الرابعة. الراجل ده لا قعد يعيط ولا قعد يتحسر ولا قال يا ريتني كنت اختشيت ومشيت كويس، طب اروح احايله واقول له طب معلش اديني فرصة اصلح موقفي. قال لا لا لا، انا عرفت اعمل ايه. انا الحل بالنسبة لي، خلي بالكم الرسالة دي احبائي، الحل بالنسبة لي الاخر. ودي قالوها قديسين كتير، منهم انبا انطونيوس ومنهم ماري اسحاق. قال خلاصك في يد قريبك، إن أحببته دخلت السماء، وإن لم تعرف كيف تحبه خسرت السماء. خلاصك في إيد أخوك يعني إيه؟ اللي قصادك ده. احنا ياما ظلمنا ناس، اتهمناهم، اتضايقنا منهم، أعصرناهم، دناهم، غضبنا عليهم، وهم عملوا كده فينا برضو يمكن أكتر، لكن كل ده يضيع. الاستعداد للسماء يكون من خلال الآخرين. وهي دي نفس الرسالة اللي جاية في متى 25، بكرة نقول حتة منها، أن ربنا دخلنا السماء بحاجة صغيرة جدا. كنت، وحطوا جنبها جوعانا، عطشانا، عريانا، مريضا، مسجونا. كل ده عبارة عن إيه؟ الناس لو خدمناهم دخلنا السماء. ده طريق للسماء، ده الاستعداد للسماء. الراجل ده وعى الموضوع ده، اكتشفه في الخلوة بتاعته أو في الأزمة بتاعته. قال ما عنديش مفر، مش هلحق أصوم كتير ولا أصلي كتير أنا اللي أعمله دلوقتي أصلح علاقتي بالناس، وأكرم الناس، وأخدم الناس، وأعوض الناس، وأريح الناس، وأجي على نفسي 100 مرة، بس الناس دلوقتي هم اللي هينقذوا أبديتي. فيقول استدعى كل واحد. لما ترجعوا للنص تلاقوا كلمة كل واحد. نفسي في الخلوة يا أحبائي تستعرض شريط حياتك وتشوف كل الناس اللي عدوا عليك، وتشوف مين فيهم
انت ممكن تكون ظلمته او جرحته او اسأت اليه او قصرت معاه، والحق صلحه. هو صالحهم، اشتراهم، جابهم وقال لهم انا عندي امكانية اصلح، تعالوا نغير في الورق، كده كده الكبير خسران ومستحمل الخسارة، لكن انتوا ما تستحملوهاش، ربنا مستحملني، وربنا لو عرفت اكسبكوا هكسبه. فهموا الفكرة دي. لو عرفت تكسب الناس هتكسب ربنا، لو عرفت تحب الناس هتاخد السم. استدعي كل واحد على الأقل في الصلاة. في ناس مشيت وفي ناس بعدت وفي ناس مش هتعرف تجيبها، ينفع تستدعيهم في الصلاة؟ يعني ايه؟ يا رب سامحني عشان قصرت في حق فلان، اتصرف انت يا رب، صلح أخطائي، بارك له إن كان عايش، دخله السما إن كان مشي. لكن يبقى انت بتصلي لكل الناس اللي عدوا عليك، وللي موجودين دلوقتي هتاخد منهم موقف، هتستدعيهم يعني هتروح لهم، او على الاقل في الصلاة استدعي كل واحد عشان تكون سخي معاه. هو اللي عمله على فكرة نوع من السخاء. اول حاجة اقول لك كم عليك لسيدي 100 بث زيت، خد صكك واجلس عاجلا واكتب 50، يعني شال من عليه 50%. مش وقته تقولوا لي ده مش من جيبه، معلش ما هو حرامي كده كده، خلينا في المفيد. هو كده عمل ايه؟ اعطى بسخاء، زي ما كان بيسرق بسخاء دلوقتي بيعطي بسخاء. الحق اليومين اللي فاضلين، خليك سخي مع الناس، خليك سخي في الكلمة، سخي في السؤال، سخي في الصلاة، سخي في المديح والتشجيع، في الفلوس خليك سخي. وانت عارف كويس انه ايه كله من خيره، ما انت يعني مش كده؟ ولا احنا معانا حاجة من جبنا؟ ما في الاخر كله من خيره برضو. 5 حكمة في الاستعداد. الحكمة ذاتها في الاستعداد. مدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل، لأن أولاد هذا الجيل أحكم من أولاد النور في جيلهم. الحكمة نفسها في الاستعداد، إنه حس إنه أدرك يعني إيه سيدي يأخذ مني الوكالة، أدركها أخيرا. يبقى تدرك الوكالة وتدرك إنها قربت تتشال، قربت تتسحب مننا الوكالة. التوكيلات اللي في إيدينا هتتسحب، توكيل الصحة هيتسحب، توكيل العمر هيتسحب،